السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا متابعين قناة مطبخ شوق على اليوتيوب من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة شايفين بقى الجمدان اللي معانا ده؟ دي سمنة بلدي اصلية 100% من غير ما تكون ولا مخلطة ولا مهدرجة ولا الكلام ده كله خالص. ازاي نعمل السمنة البلدي في البيت؟ لما بجيب اللبن وابدا اغليه كده في الكسرولة، ببدا اشيل اي وش عليه حتى لو كان الوش ده طبقه خفيفه خالص. تمام. وببدا كده اشيله بالمعلقه. وطبعا لو انت عايزه يبقى معاكي الكميه من القشطه ديت، يستحسن ان انت لما تغلي اللبن ويبدا يبرد ان انت تشيليه اكبر وقت في التلاجة. يعني مثلا لو انت عايزه تشيلي القشطه من عليه بتخليه لتاني يوم، فالقشطه دي بتتقل مع مرور الوقت. وبشيل الوش دوت حبه مع حبه لحد ما بسم الله ما شاء الله عملت البوكسين دول علبتين القشطة. انا حوشتهم من وش اللبن وخزنتهم كويس جدا. طبعا لما تيجي تخزن القشطة لازم تكون الغطا بتاعها مغلق تماما، لان احنا عارفين ان اللبن بيكرف من اي حاجة. يعني لو في اي رائح في الفريزر بتاعك على طول هيطولهم. فانتوا لازم ان انتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا مستخدمة العلب اللي هي بتاعت ايكيا محكمة الغلق. ولو لقيتي اي علبة مش محكمة الغلق بتبدأي تحطي عليها كيس بلاستيك كده نضيف، وبعد كده تقفلي الغطا عليها علشان تضمني ان القشطه بتاعتك تفضل بنفس الريحه ونفس الطعم، ما يجيش عليها اي ريحه من التلاجة او الفريزر او تكرف من اي اكل موجود في التلاجة بتاعتك. تمام. بعد ما كونت البوكسين دول من القشطه قلت بقى لازم اجرب اعمل السمنه معاكم. فعلا عملتها وكانت نتيجتها ممتازه جدا. طيب، في طرق كتير جدا للسمنه البلدي، ولكن انا هعمل لكم ابسطها واسهلها. جبت القشطه اللي انا شلتها زي ما هي كده وحطيتها في الحله زي ما هي شق. ايوه زي ما هي كده، فضيتها بس من البوكس وحطيتها في الحله الالومنيوم. وبعد كده هوطي عليها النار خالص. اهم معلومة لازم تعرفيها دلوقتي، عين البوتاجاز لازم تكون هادية خالص. طبعا يستحب لو عندك شياطة، لو عندك اي شياطة سلك زي ما انا حطاها كده، تبدأي تحطيها وبصي يعني على شعرة خالص، تبدأي تشغلي النار بتاعتك وتسيبيها تفك خالص معاكي. انا هنا في الفيديو بتاعي النهاردة همشي معاكم خطوة بخطوة، وحصري على اليوتيوب هجيب لكم كل مراحل عمايل السمنة البلدي معاكي، واوريكم ازاي القشطه بتتحول مرحله مرحله، علشان ما يعني لما تيجي تعمليها ما تقفيش على حاجه وما تقوليش اني انا كده صح ولا غلط، ولا اتحرقت ولا باظت ولا سليمه ولا الدنيا فيها ايه. دي كده كانت اول مرحله معايا، ان هي القشطه بدات تفك. تمام، احنا كده ماشيين تمام. هتبدا تفك حبه بحبه، بعد ما كانت متجمده هتلاقيها كده بتفك. طيب تمام. انا كنت قايله لكم ان في كذا طريقه لعمل القشطه. انا دي جبت القشطه حطيتها زي ما هي في الحله. ليه؟ لان في طرق كتيره لعمل القشطه، ان انت بتفصلي القشطه بتاعتك عن الميه بتاعت اللبن، او تضربيها في المضرب لحد ما تكوريها كوره، وبعد كده تبداي تسيحيها تاني. لكن الكلام ده كله بياخد مراحل ووقت كتير معاكي. شايفين دي الدرجة التانية اهي بدأت تاخد درجة بيج بسيط. تمام تمام. وبتستهلكي كمية كتير قوي من القشطة وتبدأ تبخر منها حاجات. فلا، دي افضل طريقة وهتطلع لك ما شاء الله حوالي يعني نص كيلو او ربع كيلو سمنة بلدي. ودي كانت اسهل طريقة انت هتلاقيها ان شاء الله، ان انت تحطي القشطة زي ما هي. تمام. شايفين دي المرحلة اللي وراها، بدأت السمنة تعلو تطفو على وش الحلة من فوق. تمام، هي دي السمنة البلدي اللي احنا هنصفيها في الاخر ونطلعها. لكن هنا برضو لازم اقولك معلومة مهمة جدا، لازم ايدك كل شوية تقلب فيها علشان من تحت ما تتحرقش معاكي. على الرغم ان هي النار واطشة عليها، ولكن لازم ايدك تبقى فيها باستمرار. شايفين بسم الله ما شاء الله السمنة البلدي بدأت تطفو على وش الحلة. كل ما ده مازال كل ما هتنتظري حبة اكتر، كل ما هتطلع لك كمية من السمنة البلدي. طبعا السمنة البلدي دي يعني حاجة كده مضمونة، خلاطة ولا مهدرجة ولا مخلوط عليها اي حاجة تانية، دي سمنة بلدي 100%. شايفين دي المرحلة اللي وراها، بدأ اللون البيج بدأ يغمق
وبدأت كمية السمنة على وش الحلة ما شاء الله تبقى اكتر اهي. شايفين؟ لازم ايدك تبقى فيها كده كل شوية. انا طبعا حطيتها على عين البوتاجاز الصبح ووطيت عليها خالص وسبتها براحتها، خدت تقريبا من 4 ل5 ساعات، ولكن ايدي كانت فيها كل ربع ساعة وكل نص ساعة اديها تقليبة كده لحد ما شاء الله كمية السمنة بقت كتير على وش الحلة. وطبعا اللي في الحلة من تحت دوت، اللي في العمق من تحت ده، دي المرطة دي طبعا ما بتترميش، بيبقى طعمها جميل جدا في العيش السخن كده، او تخلطي عليها كمية لبن في الخلاط تبقى عاملة كده، عاملة زي صوص الكريمي، بيبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده احنا كده وصلنا لاخر مرحلة معانا. بعد ما خدت الدرجة البني هبدأ اصفي بقى السمنة كده في مصفى، وابدأ اصفيها كل الكمية اللي معايا. وكل ما السمنة بتقعد كل ما بتنزل على الرخامة تبدأ تصفي المرطة من السمنة. وصفيت كل الكمية بسم الله ما شاء الله. انا مازال مستمر بصفي، يعني حاطة المرطة في مصفى بلاستيك زي ما انتوا شايفين، تحتيها بولة والمصفى التانية فوق البرطمان. كل ما المرطة بتنزل معايا من تحت في السلطانية سمنة برجع احطها تاني في المصفى الاستانلس ديت على البرطمان، لحد ما بسم الله ما شاء الله كونت البرطمان ده كله من حبة القشطة اللي انا وريتهم لكم في اول الفيديو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حطيت الكمية دي تقريبا حوالي كام جرام، حوالي نص كيلو. تمام ما شاء الله. شايفين القوام بعد ما حطيتها بقى كمان شوية في التلاجة تمسكت، وشكل السمنة البلدي وريحة السمنة البلدي في البيت جميل جدا يا جماعة، والله العظيم حاجة مضمونة من عمال ايديكي انتي ووفرتي. وفي نفس الوقت القشطة بتاعت اللبن دي احنا في كتير منا ما بيستغلهاش وما بياكلهاش، فاستغلتها. وكمان طلع معايا بوكس المرطة ده جميل جدا في العيش السخن الصبح كده، او تحطي عليها حبة لبن وتخلطيها في الخلاط بتبقى صوص كريمي جميلة جدا، لازم تجربوها. ودي كانت طريقة عمل السمنة البلدي من القشطة بتاعت وش اللبن، لازم تجربوها. ومستنية تعليقاتكم الجميلة وتقولوا لي تجربتكم معاكم فيها ايه. طبعا السمنة البلدي دي بنستغلها في حاجات كتيرة جدا، ممكن تحطيها على الفول، على البيض، على البسبوسة، في الحلويات، في الاكل، كل حاجة ما بنستغناش عنها. تمام. لو جيتي طبعا حسبتيها هتلاقيها موفرة جدا. شفتي السمنة البلدي دي اصلا تمنها كام بره؟ هتلاقيه غالي جدا، يعني في سمنة بلدي بتعدي 400 و500 جنيه. دي السمنة البلدي اللي هي طبيعية 100%، ولكن السمنة اللي هي بتبقى مخلطة بالزيوت وسمنة صناعية والحاجات دي طبعا بتبقى ارخص شوية. ولكن احنا عايزين نعمل حاجة صحية ومفيدة لاولادنا، ونستغل ابسط الحاجات اللي احنا بتبقى موجودة عندنا في البيت ومنعرفش استخداماتها ايه. اديكي عرفتي وش اللبن اللي بترميه او اللي بتحطيه بتستغليه، وطبعا كل ما تكوني كمية اكتر كل ما هتطلع معاكي كمية اكتر. تمام. دي كانت طريقتنا النهارده في طريقه عمل السمنه البلدي القشطه بتاعه اللبن. لو استفدتم والطريقه اصبحت سهله وبسيطه عليكم، ما تنسوش تكتبوا له تعليقاتكم وتجربتكم في طريقه عمل السمنه البلدي. منتظر مني المزيد من الوصفات. بحبكم في الله. ما تنسونيش في دعوه حلوه بظهر الغير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل وتضغطوا لايك اسفل الفيديو. انتظروني في مزيد من الوصفات. مع السلامه. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.